مساء الخير جميع الأصدقاء والمتابعين. هارد لك المنتخب الوطني الأول أمام منتخب بيلاروسيا. أداء شبه سيء. أفضل لاعبة المباراة يعني في نقول شاهر الشاكر، محمد عثمان، نوعا ما عمار رمضان. تربك بخط الدفاع بشكل مو بالوعي. أسماء موجودة صار زمان ملعبان مع منتخب، أخطاء فاتحة. بلش المنتخب بشاهر الشاكر، أحمد فقة، عبد الرزاق محمد، زكريا حنان، زياد غنوم، محمد عثمان اللي هو كان البلاي ميكر الرائع. كان آخر تقريبا قبل ما يطلع تقريبا 20 دقيقة كان كتير مؤثر. لمساته على بيلاروسيا بشكل كتير فعال. محمود الأسود، بابلو صباغ، ألمار براهام. هارد لك للمنتخب. كنا بدنا نشوف منتخب أفضل من هيك. مدرب عم يجرب تشكيلة جديدة، عم يجرب اللعيبة اللي تحت إيده. إذا يعني أنا أول ما شفت البث المباشر 3-0 لمنتخب بيلاروسيا. أول ما فتحت على البث المباشر لحظة مباراة سوريا وبيلاروسيا 3-0 للمنتخب البيلاروسي. بعدين بعد ما حضرت البث بلش المنتخب يتحسن مستواه تدريجيا. تقريبا بالدقيقة 60 لحتى هيك راح النت عندي. المنتخب السوري بلش يعمل هجمات على منتخب بيلاروسيا. فرق بنية جسمانية، فرق إمكانيات. الحق يقال أجسام المنتخب البيلاروسي بتتفوق على نص تشكيلة المنتخب. شاهر شاكر صد كذا طابة. شفت مستوى كتير رائع. محمد عثمان عمل حركة حلوة على الدالي بمنطقة الجزاء. هيك قدام المنتخب في عنده غيابات لازم تنحل. قصة الغيابات، نحن بلا عمر السوم وبلا عمر خربين المنتخب بالخط الهجومي تائه. طالما في لعيبة متميزين بالدوري السوري موجودين مع المنتخب مثل محمد ريحانية، مثل إنجاب تاليو أرنانديست، توبياس قاضي، مثل أيام أوسو. في نقول عبد الرحمن ويس كان شاغل يعني بالفترة اللي أنا تابعتها. شفت تحرك كتير حلو من عبد الرحمن ويس، الجناح الطائر. كان عم يقدم مستوى كتير خرافي بالوقت اللي أنا شفته من الشوط الثاني. ده كتير خرافي. هو نزل احتياط. محمود مواس دخل بالمباراة اللي فيني أقول تفوق بعدد المباريات على كابتن ماهر السيد. إشراك عمرو ميداني، في ناس انجلطت. عمرو ميداني كان لاعب كتير رائع فترة من فترات مع المنتخب. عمرو ميداني قلب الدفاع صلب.
أحمد فقة كأنه كان خارج تغطية. شهر شاكر صد كذا طابة. هارد لك للمنتخب وهارد لك للجمهور العربي السوري. إن شاء الله هيك الاستحقاق القادم، بلكي هيك مع البحرين نعمل أداء حلو، والله هيك فرج هم البلد. إلى اللقاء.